أسهل وصفة لفتة الكوارع على الإطلاق بالخل والثوم. يلا بينا ندخل على المكونات والطريقة على طول. هنحتاج للوصفة عيش بلدي زي ما احنا شايفين. هنا انا استخدمت رغيفين من العيش، انتوا على حسب الرغبة عايزين تزودوا او تقللوا. قطعت العيش شرايح بالمقص وبعد كده عملته على شكل مربعات زي ما احنا شايفين. هنروح للخطوة التانية، وهي عندي حلة على النار فيها شوية زيت سخن، وبعد كده هبدأ اضيف العيش عندي يتحمر. تمام جدا. لو مش حابين الخطوة دي ممكن نحط العيش في صينية في الفرن عادي، صينية كبيرة، ونضيف عليه شوية زيت وملح وفلفل وتوم مفروم. هيدي ريحة للعيش طعمها حلو قوي وهيتحمر معانا كمان. بس هنا زي ما احنا شايفين اللون بقى ذهبي، وهو ده اللون المطلوب عندي. هنبدأ نخرج العيش زي ما انتوا شايفين. هي ميزة الخطوة دي ان هي تخلي لون العيش موحد، بخلاف الفرن بيبقى جزء وجزء. بس احنا لو عايزين نخف الدسم خلينا في الفرن افضل. تمام جدا. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نحط معلقتين من السمنة، طبعا تفضل سمنة يكون طعمها حلو او سمنة بلدي. وبعد كده هحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم بالطريقة دي كده. تمام جدا. هحتاج طبعا الثوم هنا يحمر عندي زي يبقى لونه ذهبي فاتح. تمام. وصل عندي للون اللي انا عايزاه بالطريقه دي كده. هنبدا نضيف نص كيلو من عصير الطماطم. انا ضربت نص كيلو في الخلاط من الطماطم، وحطيت هنا نص معلقه من السكر. ولو انتوا عايزين لون يبقى احمر او الطماطم بتاعتنا مش حمرا قوي، ممكن نضيف معلقه من الصلصه بتاعت الطماطم المعلبه. تمام جدا. بدات تسبك عندي اهي. تمام. وهنا وصلت المرحلة الأخيرة، هنا استبكت معايا. هنبدأ نضيف شوية من شوربة الكوارع. كنت عاملة معاكم الفيديو ده قبل كده، اللي فايته الوصفة هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصفة أو في علامة الآي فوق، ارجعوا لها. تمام جدا. بعد ما ضفت الشوربة على الصلصة هنبدأ نغليها شوية وتسبك معانا تاني زي ما احنا شايفين كده. عايزة الصلصة تتشرب من طعم الشوربة. هتقولوا لي طب ما هي استبكت قبل كده؟ لا، او استبكنا مرة وعايزينها تاني مرة تستبك بالشوربة. هنا المنكهات بتاعتي او التوابل ملح وفلفل، مش هحط اكتر من كده لان الشوربة فيها كل حاجة وهي ما بتاخدش اكتر من كده. حابين تحطوا شوية خل مع الصلصة تمام جدا، ممكن تحطوا شوية خل تشوا بيها التومة وبعدين تحطوا الصلصة. تمام جدا كده خلصنا المرحلة. هنبدأ نرص الطبق بتاعنا بطريقة شيك وطريقة حلوة. هوريكوا ازاي. انا هنا حطيت العيش فردته بالطريقة دي. عاوزين تزودوا كمية العيش مفيش مشكلة، دي على حسب الرغبة، العيش والرز. بس انا بحب الطريقة دي كده، بحب عيش قليل. وحطيت الرز بالطريقة دي ورصيته بالشكل ده. هاخد الشوربة بعد كده. انتوا ممكن تحطوا شوية شوربة في العيش من تحت في البداية، تمام، عشان يطرى شوية. بس انا بحب العيش يبقى مقرمش شوية، فحطيت زي ما انتوا شايفين بعد ما رصيت الرز حطيت عليه الشوربة من فوق، يبقى هو يتسقي مع العيش. تمام جدا. برضو ما نحط الشوربة كتير عشان ما يبقاش طري زيادة عن اللزوم. انا حطيتها على الطبق ده حوالي 3 كبشات مش اكتر او 4. برضو على حسب الرغبة، بتحبوه ناشف او طري على حسب. هنا الصلصة شوفوا لونها حلو ازاي واحمر مظبوط جدا. دلوقتي هبدأ ارصها بالطريقة دي كده، طبعا يبقى شكلها حلو. عملت خطوط كده بالشكل ده، وكنت خالية عندي قطعة كوارع قطعتها بالسكينة وخليتها. وممكن تحطوا كمان الكوارع المخلية دي تحطوها مع الصلصة تغلي شوية، تغلي 10 دقايق او ربع ساعة تطعم بيها. بس انا حبيت اللون يبقى شكله كده والطريقة تبقى شكلها كده. تمام جدا. خلصت معايا بالشكل ده، وعملت معاها شوربة كوارع وكوارع زي ما انتوا شايفين. شكلها حلو وشهي وريحتها تحفة جدا. حقيقي هتعجبكم الطريقة. لو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للكل عشان الكل يستفاد. ودي شوربة الكوارع، واتمنى اشوفكم في فيديو جديد. تكونوا بألف صحة وخير، واشوفكم على خير مع فيديو جديد.